يا عمي انا يشرفني ان انا اتقدم لبنتك بدور. انت عايز تخطب بنتي انا؟ ومعاك ايه ان شاء الله؟ معايا ايه؟ انا معايا الابتدائيه. ايه الابتدائيه دي يعني؟ اعمل بيها ايه؟ انا اللي اولى بامور بنتك، مش العيال الصغيره دي. انا وانت مين؟ وده بنتك كمان؟ وانت كمان عايز تخطب بنتي؟ وانت كمان معاك ايه؟ معايا ايه؟ انا افندي معايا البكالوريا. بكالوريا؟ اعمل بيها ايه البكالوريا دي؟ انا بسألكم عندكم ايه اطيان؟ عندكم ايه فلوس؟ انتوا باين عليكم مش حيلتكم ولا حاجه. يلا هات اهو من ابني، يلا هات، يلا يا هلا. الواحد من الراجل ما يعجبوش الا جيبه. ايه بكالوريا؟ دي شهادات دي تعلقها على الحيطه عندكم في البيت مش هنا. البكالوريا، الجملة دي بتشغل كل بيت مصري اليومين اللي فاتوا دول. طبعا كلكم سمعتوا عن مشروع البكالوريا الجديد. انا الموضوع شغلني الحقيقة، موضوع خطير جدا، والناس كلها مش عارفة هو ايه موضوع، ايه حدوده، ايه اطاره، ايه قواعده، محدش عارف، وكل الناس مشغولة ان ده مستقبل ولادها. النهاردة بقى انا جاي علشان اشرح لك ايه هو نظام البكالوريا الجديد. فقررت اذاكره. ايه البكالوريا دي؟ جت منين؟ الاسم ده جه منين؟ مين اللي اخترع اسم البكالوريا؟ هتصدقوا حاجه غريبه جدا. البكالوريا كلمه لاتينيه معناها شهاده التعلم، وكان اصلها باللاتيني المتاخر البكالورييتس. ده طبعا في اللاتينيه الحديثه مش اللاتينيه القديمه، لانه موضوع جديد، التعليم بالطريقه دي موضوع جديد. انما المثير في الموضوع انه مين اللي اخترع فكره ان يكون في شهاده واسمها البكالوريا؟ مفاجأة للكل، نابليون بونابرت. كلنا عارفين نابليون اللي جه في مصر وعمل حملة فرنسية على مصر. زمان كان لسه ما كانش الامبراطور نابليون، كان مسؤول عن التعليم في فرنسا في فترة 1808. ففكر انه يعمل حاجة كده الولاد يطلعوا بيها بدوكيمنت، شهادة، واخترع فكرة البكالوريا. يعني مش بس عمل حملة علينا، لا ده عمل حملة كمان على التعليم وعمل لنا شهادة تعليم. بعدين سنة 1890 في برضه زي مخترع أو معلم فرنسي اسمه هنري ميشيل، عمل بقى فكرة الاختبارات بمعناها الحديث. يعني البكالوريا الأول كانت حاجة بسيطة، لكن ظهرت بقى الاختبارات بمعناها الحديث وسماها برضه البكالوريا، وابتدت من هنا تظهر في مستوى أنحاء العالم فكرة امتحانات تقييم الطلبة. كانت 1890 مع العالم اللي اسمه هنري ميشيل. في مصر زمان كانت في الشهادة الابتدائية، ودي كانت أول شهادة في مصر تظهر. كان سنة 1928 أول شهادة ظهرت مكتوبة بخط الإيد وماضي عليها وزير المعارف، والطالب ماضي بالعربي والإنجليزي. التعليم في مصر كان قوي قوي زمان، وإن شاء الله يبقى أقوى وأقوى. فالشهادة دي كانت بداية أو أول حاجة دوكيومنتد عن التعليم المصري. كانت الشهادة الابتدائية كانت حاجة كبيرة. وبعدها بعد الابتدائيه كان في الشهاده الاعداديه، كان ليها اسم غريب قوي، كان اسمها شهاده الثقافه العامه. ودي كانت برضه شهاده ليها اعتبارها. كان كتير قوي من الطلبه بيخلص تعليمه عند الاعداديه. تشوفوا في الافلام القديمه يبقى خلص كده معايا الاعداديه. احنا بنتريق دلوقتي يقول لك ده معاه الاعداديه، لا ده زمان كانت حاجه كبيره، ده معاه الاعداديه. تيجي واحد متقدم لواحده كده، هيا يا ماما انا جالي عريس معاه الاعداديه، كانت حاجه مهمه، كانوا بيسموها شهاده الثقافه العامه. بعدها بقى ظهرت شهاده الثانويه العامه وكان اسمها التوجيهيه، ظهرت بعد الاعداديه. ما ظهرش اسم البكالوريا غير بعد شويه، كل ده في العهد الملكي القديم. ما ظهرش اسم البكالوريا الا بعد ما اعتاد الناس على الابتدائيه والثقافه العامه والتوجيهيه. قبل الثوره النظام الملكي عمل حاجه غريبه شويه، خلى شهاده الابتدائيه العاديه ودمج الثقافه العامه اللي هي الاعداديه مع التوجيهيه، وسماهم لمده 6 سنين سماهم مع بعض البكالوريا. شوفوا بقى في الافلام القديمه كان يقول لك ايه؟ ده معاه البكالوريا. معايا ايه؟ انا افندي معايا البكالوريا. ده معاه البكالوريا. البكالوريا دي كانت حاجه كبيره على فكره، كان نادرا ما حد يخش الجامعه لانه كانت غاليه، كان التعليم الجامعي غالي جدا.
لكن كانت البكالوريا هي الشهاده اللي اغلب الشعب المصري بيحصل عليها، وكان ممكن تشتغل وتتوظف بالبكالوريا. لما جت الثوره 23 يوليو 1952 وظهر التعبير المشهور بتاع الدكتور طه حسين، قال لك التعليم كالماء والهواء، اصدرت الثوره انه التعليم هيبقى مجاني لحد الجامعه، وفصلت الاعداديه من الثانويه، وظهرت الثانويه الحديثه اللي احنا اعتدنا عليها كل السنين. اللي عادل امام في المسرحيه بيقول لك 10 سنين في الثانويه العامه، بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي 10 سنين في الثانويه العامه، ويجي يقولوا لي اقف اهو دي بقى الثانويه العامه بتاعتنا الجديده اللي اعتدنا عليها لحد وقت قريب، لحد ما حصل الفارق الزمني الجديد واصدر الوزير التعليم الحديث 1924 قرار ومجلس الشعب وافق عليه بالبكالوريا الجديده. رجعنا تاني للتاريخ، واجمل تعليق شفته واحد بيقول لي يعني هنلبس طرابيش عشان البكالوريا مرتبطه بالعهد الملكي. تعالوا بقى نفهم نظام التعليم البكالوريا الجديد ازاي هيمشي. هنشرح البكالوريا حته حته. البكالوريا بتنقسم لحاجتين، الحاجه الاولانيه هي السنه التمهيديه. يعني ايه السنه التمهيديه؟ يعني هي اولى ثانوي بالمناسبه، يعني عشان بس المصطلحات ما تضايقكش، هي اولى ثانوي، ما يوازي اولى ثانوي هنسميها عندنا المرحله التمهيديه. هتاخد فيها كام ماده؟ هتاخد فيها 7 مواد. ايه هما؟ اساسي دين وعربي وتاريخ، هتاخد معاهم رياضه وفلسفه ومنطق وعلوم متكامله ولغه اجنبيه اولى. قولهم تاني، اللي احنا قلنا دين وعربي وتاريخ ورياضه وعلوم متكامله وفلسفه ومنطق ولغه اجنبيه اولى. هو عايزك في المرحله التمهيديه دي تاخد فكره عن كل حاجه، لانه هو بعد كده هيقسمك في مسارات. هو الفكره بالبكالوريا يا جماعه ان هو يغير طريقه تفكيرك، تبقى متمهد للمسار اللي هتخش فيه او الكليات اللي هتخش في اتجاهها. المرحله التمهيديه اللي هي اولى ثانوي بيعودك على الحاجات كلها، بتاخد زهره من كل بستان. فكره حلوه مش وحشه. في بقى حاجتين بره المجموع دول، هيبقى لغه اجنبيه تانية تختارها وعلوم الكمبيوتر، لانك انت لسه ما تخصصتش، فمش لازم تاخد نظره كبيره عن الكمبيوتر كميديك، مش هيدخلها لك في المجموع. دي المرحله الاولى اللي هي اولى ثانوي، ودي اجباري على كل الطلبه. كل الطلبه هتدخل اولى ثانوي المرحله الاولى، عشان دي بيسموها الفاونديشن او التمهيد او التاهيل. دي اول مرحله. بابا انا مش عارف هتخصص ايه. مشكله كبيره قوي 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 بعد اولى ثانوي، بتبقى انت مش عارف هتتخصص ايه. تقعد بقى مع بابا وماما كوبايه شاي قاعدين في البلكونه بالليل، ولازم قبل ما تخش تانية ثانوي اللي هي المرحله بقى مش تمهيديه تكون عرفت انت عايز ايه. ليه بقى؟ لانك انت هتاخد 3 مواد اساسيه ملهاش علاقه بالتخصص. هتاخد عربي وتاريخ ولغه اجنبيه اولى قبل ما تتخصص يا عم. لكن بعد دول وانت بتاخد في تانية ثانوي لازم تقرر انت عايز تمشي في اي مسار. مسار يعني ايه؟ يعني تخصص. انت عايز تتخصص في ايه؟ طب ايه هي التخصصات اللي موجوده في البكالوريا الجديده؟ تعال اما اقول لك. لو اخترت المسار الاولاني اللي هو طب او علوم الحياه، في اولى ثانوي هتدرس يا رياضه يا فيزياء، تختار منهم. هتسالني ايه علاقه ده بده؟ خبراء تعليم هم اللي حطوا الكلام ده. يبقى لو انت هتختار مسار طب وعلوم الحياه اللي دخلك بقى دكتور القطاع الطبي، يبقى هتدرس يا رياضه يا فيزياء. ازاي؟ هم عايزين كده. طب لو انت بقى عايز تطلع مهندس او كمبيوتر ساينس علوم الحاسب، هتدرس ايه؟ هتدرس يا كيمياء يا برمجه. هو مقسم المواد بطريقه معينه عشان يأهلك لسه في ثالثه ثانوي، احنا لسه في المرحله الاولى ثانيه ثانوي. طب انا عايز اطلع بيزنس مان الاعمال، هدرس ايه يا مستر ايمن؟ محاسبه او اداره اعمال. دي منطقيه صح؟ منطقيه. لو انا عايز ادخل في قطاع الفنون هدرس ايه؟ مسار الفنون، هطلع فنان، هدرس علم نفس ولغه اجنبيه تانية. طبعا في لغه اجنبيه اولى فوق، لكن لغه اجنبيه تانية ده تخصص. كده بقى انت وضحت لك تانية ثانوي هتدرس فيها ايه، بس شرط اول ما تخلص اولى ثانوي تكون عرفت انت عايز تطلع ايه، ما بقاش في وقت انك تقول لي انا مش عارف اروح فين. ثالثه ثانوي بقى الموضوع اختلف بقى، انت راجل داخل على الجامعه، يعني انت لازم تكون جاهز للكليه اللي انت عايز تخش فيها. طب وعلوم الحياه التخصص الاولاني المسار الاولاني هتاخد
احياء مستوى رفيع وكيمياء مستوى رفيع. ايوه كده يا عم الحاج، كنت فين؟ هو ده الصح بقى، دخلت على التخصص اللي انت هتطلع فيه. فهيديك كيمياء مستوى رفيع، احياء مستوى رفيع اللي هي كيمستري وبيولوجي مستوى رفيع. لو انت بقى داخل هندسه وكمبيوتر هتاخد رياضه مستوى رفيع وفيزياء مستوى رفيع. هو ده اون ذا تارجت، انت لازم تدرس دول عشان تخش مسار هندسي. يبقى هو كان في تانية ثانوي بيأهلك بس بيديك نولج عامه. هنا بقى ابتدى ايه؟ في ثالثه ثانوي يتخصص، وبالمره كمان قلل لك المواد وساعد على تقليل الحشو الكتير بتاع زمان. فاكر لما كنت بتذاكر كل المواد كل السنين؟ المره دي في تقسيمه وتنظيم. انا شايف الحقيقه الموضوع رائع وحلو. شابوه لوزاره التربيه والتعليم. لو انت عايز تطلع بزنس مان هتخش مسار الاعمال، مسمينه الاعمال، وهتاخد فيه اقتصاد مستوى رفيع وهتاخد رياضيات عاديه مش مستوى رفيع. ده في مسار الاعمال. الحقيقه بتوع اداب وفنون هياخدوا حاجه غريبه قوي، هياخدوا جغرافيا واحصاء. الحقيقه يعني انا الموضوع ده عندي كويستشن مارك، بس انا مش فاهم. طبعا انا مش في قدره الناس اللي بيحطوا خطط التعليميه الكبيره الجميله، بس هياخدوا جغرافيا واحصاء. اتصرف، لو دخل اداب وفنون انت هتاخد جغرافيا واحصاء. الدين بقى اجباري على كل التخصصات في ثالثه ثانوي. كده انت خلاص خلصت. تعالوا بقى نشوف القواعد العامه اللي بتحكم نظام البكالوريا. فهمتوا يا جماعه ايه قصه التعليم في البكالوريا؟ تعالوا بقى نشوف القواعد العامه اللي بتحكم النظام او اللي بتخليك تشتغل في النظام ده ازاي. اولا الامتحانات. اولى ثانوي هو امتحان واحد في اخر السنه زي زمان، انما ثانيه ثانوي انت عندك محاولتين، واحده في مايو وواحده في يوليو. ايه ده؟ محاولتين ازاي؟ يعني انت من حقك تحاول مرتين؟ من حقك تحاول في كل ماده عدد مرات كتير. هقول لك لحد امتى. بس المحاوله الاولى ببلاش، المحاوله الثانيه هتدفع فيها 500 جنيه. يعني لو عايز تحسن اعمل حسابك ان انت هتدفع، لكن لو جبت من اول مره من حقك تبقى ببلاش. حلوه الفكره دي قوي. هو التعليم مجاني لكن هو عايز شطاره منك بقى. ما انت مش تقعد تنام لي في الخط واحنا نصرف عليك، لا. لو مش هتجيب من اول مره اعمل حسابك انك هتدفع فلوس، وده هتكلم عليها في الاخر، حاجه مهمه قوي. طيب ثالثه ثانوي بقى هيمتحنوا محاولتين برضو، واحده في يوليو وواحده في اغسطس. يبقى انت عندك محاولتين لثانيه محاولتين لثالثه. طيب انا اقدر يا مستر لما اخلص ثانيه اقدر احاول تاني في ثانيه وانا بحاول في ثالثه؟ تقدر. يعني انت تقدر تمتحن كذا مره في خلال كام سنه بقى؟ ليك حد اقصى بعد اولى ثانوي ليك 4 سنين تحاول فيهم. فلو ضربنا 4 سنين، اول سنه هتبقى ثانيه ثانوي عندك محاولتين، بعد كده تقدر تحاول تحسن ثانيه تاني في سنه 2 3. يبقى انت ليك في ثانيه ثانوي سنه اساسيه و3 سنين تحسين. في ثالثه ثانوي ليك سنه اساسيه وسنتين تحسين. حلوه الفكره دي جدا. هم مقتبسين الفكره دي بنظام الاي جي، لان نظام الاي جي بيعمل كده. انت عندك محاولتين كل سنه، بس الفرق بينهم اكبر شويه من الفروق بتاعه البكالوريا. البكالوريا عامل محاولتين قريبين من بعض. طبعا يمكن ده عيب شويه في الحته دي، لكن الفكره اسهل بكتير واسلس بكتير واحسن بكتير من الثانويه العامه القديمه. طبعا ما حدش يقدر يقول غير كده. ايوه المجموع. ازاي بيحسبوا المجموع؟ المجموع سهل خالص. كل ماده من 100، هم 7 مواد، يبقى المجموع من كام؟ من 700. ابسط واسهل واسلس طريقه. يبقى درجتك في الثانويه العامه في السنتين، انا اسف الثانويه العامه ايه يا ايمن؟ بس البكالوريا، درجتك في البكالوريا، معلش اللسان اتعود، درجتك في البكالوريا من 700. جبت كام؟ من 700. هو ده بقى سكورك اللي هتخش بيه الجامعه. اول ما سكورك بيطلع بيتبعت على طول لقاعده بيانات تبع الحكومه وتخش على التنسيق الالكتروني كله. خلاص بقى ما عادش فيه بقى اسحب ملف الرغبات واكتب رغبات والكلام ده كله. خلاص انتهى، كله تكنولوجي دلوقتي. في مشكله. طب انا كان نفسي اطلع دكتور وفجاه عرفت ابن عم بابا مهندس في شركه بترول وهيشغلني معاه، اعمل ايه؟ من حقك انك انت تغير رايك وتدرس ماده من اي مسار تاني تأهلك المسار التاني كمان. يعني انا ممكن ادرس ماده زياده وافتح لنفسي مسار جديد. حلوه دي ما كانتش موجوده. اذا انا ممكن ابقى مسار طبي
ويعجبني او اغير رايي فاخد مواد المسار الهندسي وامتحن فيها في خلال ال4 سنين واغير مساري. حلوه دي. انا شايف الحقيقه انه السيستم جميل ولطيف. يبقى حاجه واحده بس هي لسه ما قالوش عليها وانا مش هقدر اخمنها الحقيقه، بس هنستناها كلنا مع بعض. هي المجلس الاعلى للجامعات بقى هيعمل التنسيق بتاعه ازاي؟ هي دي النقطه اللي لسه محدش اشار اليها بس هي مهمه جدا. ازاي المجلس الاعلى للجامعات هيتعامل مع البكالوريا الجديده؟ طبعا هتنزل القواعد الجديده، واكيد انا مش هسكت، اكيد هعمل لك حلقه عن القبول في الجامعات بنظام البكالوريا الجديد. استنوني. لو عجبتك الحلقه دي من فضلك اعمل لايك وشير ودعمني وسبسكرايب وفعل الجرس واعمل كل حاجه علشان تشوف حلقات تانية وافكار تانية وحاجات جديده تانية حلوه تفيدك.